ليالي رمضان تجمعنا سوالف وعلوم فيها طاري الأول وذكرياته، ومن الخاطر نقدم لكم معلومة خطار بيونا وحد بنزورة في برزة رمضانية. حياكم الله ويانا في إمارات فن. برنامج برزة رمضانية برعاية دلما مول. اكتشف 100 يوم من الروائع في مول أبو ظبي المفضل مع وكالة عمير للسفريات. احجز على مدار الساعة وسافر إلى أي مكان. اتصل على 800 200 200. ضيف الحلقة اليوم في برزة رمضانية منصور اليبهوني الظاهري. تريونا. سلام يلي عبر أثير فم تسمعنا، ويا مرحبا ويا مسهلا باللي يتابعنا برنامج في سمعته 100 على 100. برزة رمضانية في شهر الخير تجمعنا من الأحد لين الخميس يشع بضيوفه، ناس على تاريخهم تشر أصابعنا. نستحضر الماضي من الحاضر ونتذكر عاداتنا وتراثنا واجمل طبايعنا، وسيرة مؤسس هالوطن وموحد حدوده زايد، عساب الله في الفردوس يجمعنا. وفي عهد بو سلطان زاد الخير وتنامى، وما شي على حبه وحفظ الدار يمنعنا. وابشر يا ابو خالد سليل العز والامجاد، حب الوطن وشيوخنا اكبر مطامعنا. البيت متوحد ومتماسك ومتكاتف مثل الرواسي والعواصف ما تزعزعنا. برنامج برزة رمضانية برعاية دلما مول. اكتشف 100 يوم من الروائع في مول أبو ظبي المفضل مع وكالة عمير للسفريات. احجز على مدار الساعة وسافر إلى أي مكان. اتصل على 800 200 200. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير، حياكم الله ويانا ويا مرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة من ليالي شهر رمضان المبارك. الله يعود إن شاء الله عليكم وعلينا بالصحة والخير والعافية. ليلة اليوم الأربعاء، طبعا ليلة الخميس، الليلة الأخيرة بتكون إن شاء الله في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، بس من خلال برزة رمضانية. يعني باكر عندنا خميس ليلة الجمعة، حلقة طيبة إن شاء الله بتكون مثل حلقة اليوم اللي بتميزنا اليوم. هذه الحلقة من خلال وجود شخص غير عادي عندنا اليوم في هذه البرزة. شخص يعني قدم لدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من خلال العمل والأعمال اللي قدمها. كانت أعمال نقله من إلى من خلال كل ما قدمه. مستمعينا الكرام، ضيفنا اليوم عيناوي، درس الابتدائية في مدرسة عمرو بن العاص، ودرس الإعدادية في المدرسة النهيانية، وخالد بن الوليد كانت دراسة الثانوية فيها. عقب ما خلص قال بصير أمريكا، ومن خلال أمريكا ما شاء الله عليه حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية، وما شاء الله عليه بعد حصل ماجستير ودبلوم عالي في الفنون الجميلة في صناعة الأفلام، وبعد ما شاء الله عليه ماجستير في إدارة الأعمال. ما شاء الله يعني بعدني في شيء إذا قلت بتعرفونه. حصل على جائزة المركز الأول بمهرجان أبو ظبي السينمائي عن الفيلم الوثائقي الأول عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد باسم عيال الصقور ما تبور. حاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان لوس أنجلوس عن فيلم سراب نت، وجائزة مهرجان لوس أنجلوس أوبريت العالم يغني لزايد. ترشح للفوز في عدة مهرجانات عالمية.
بمارسيل بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عن عدة أعمال أهمها العالم يغني لزايد. أخرج الفيلم الإماراتي سراب الذي عرض بمهرجان دبي الدولي السينمائي ومهرجان الخليج السينمائي ومهرجان كان الدولي. يعني الوحيد من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي نال كل هالأوسمة كل هالجوائز، أكيد عرفتوه. مخرجنا اليوم الإماراتي المبدع منصور اليبهوني الظاهري. مساك الله بالخير يا منصور. مساك الله بالنور أخوي حارب، ومسي على السادة المستمعين إن شاء الله. منصور يعني من خلال الأوراق اللي أنا قريتها يعني صدق مفاجأة طيبة. يعني أنت ما شاء الله عليك، الله يحفظك ويخليك، علوم سياسية، ماجستير في إدارة الأعمال، عقب اتجهت ماجستير فنون جميلة وصناعة الأفلام. ورغم أن دراستك ما شاء الله يعني، هل هذه هواية؟ يمكن هواية بدأت نقول كهواية أول شيء، انتهت إلى الاحتراف يعني إن شاء الله. محترف ما شاء الله عليك. إن شاء الله إن شاء الله. الله يجملنا بس. الله يوفقك إن شاء الله. مستمعينا الكرام، طبعا لكم أحلى تحية من فريق العمل المصاحب لهذه البرزة الرمضانية، يعقوب الروسي مخرجنا. عندنا اليوم ما شاء الله في التنفيذ ثروة مصطفى، وعندنا كذلك علي المسافر، محفوظ بعيدة، وصالح الشيحي يعطيه الصحة والعافية، وبدور أحمد مقصر ويانا في تويتر وفي الانستغرام بيض الله وجهه. ومن أمام الميكروفون حارب بن سيف السويدي. للمشاركة من داخل الدولة 655 1212، من خارج الدولة 0971 655 1234. بعد اللي بيتواصل ويانا عن طريق تويتر إمارات FM، وبعد عن طريق الانستغرام إمارات FM، ومن خلال الرسائل النصية بعد اللي في خاطر يا مرحبا به. اتصالات دو 3666. ضيفنا اليوم ضيف البرزة الرمضانية الإماراتي المبدع والعيناوي منصور اليبهوني الظاهري، اللي بيخبرنا عن بداياته وعن قبل دراسته الابتدائية كيف كانت العيشة وأي منطقة في العين، وأصدقاء الطفولة خبرني عنهم. أول شيء ذكرتنا وشاب الأيام الطيبة الحقيقة. نحن طال عمرك طبعا من سكان العين، وتعرف أتصور اليبهوني معروفين من منطقة الجاهلي يعني. نعم. فربعنا معروفين ولهم يعني سمعة طيبة الحمد لله. بدينا نحن بدايات بسيطة طبعا. نعم. الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد، الله يرحمه. آمين. وفر الحمد لله حياة كريمة، وفر من ناحية المساكن الشعبية، أيام الشعبيات هذه، أيام المساكن الشعبية القديمة. نعم. كنا عايشين في منطقة بصراحة شو أقول لك، أهلها فيهم البركة والخير بصراحة. كان صحيح. جيل من جيل تقنن بأن احنا كنا عايشين الحمد لله، توفقنا انولدنا في عهد زايد الله يرحمه ويغفر له. آمين. وأيام بسيطة كانت، نتذكر يرانا كلهم اللي كانوا موجودين. الحين طبعا ما في حد موجود في المنطقة هذه. نعم. وبدينا الدراسة، كانت حتى أيام المدارس تكون ما أقول لك مقابل الشارع اللي أنت ساكن فيه. صحيح. تقطع الشارع بس. تقطع الشارع بس. زين. ودرسنا الحمد لله واجتهدنا وكله كان متوفر يعني. لحقنا حتى أيام اللي هي إذا تذكرها كان الأول يحطونا الأكل مع كل يوم نداوم فيه، وأيام بسيطة والحمد لله يعني. الحمد لله على كل حال. منصور، الطفولة دائما فيها نوع من الطيبة، فيها نوع من المشاغبة، فيها نوع من المغامرة. خبرني عن مغامراتك الحلوة. ماشي، مغامراتنا نحن حارب كانت أيامنا نحن ماشي حتى. بالعكس أحلى مغامرات كانت منصور. إذا أنت ما تبى ترمس بخلي الناس يرمسون، ترى عندي كم واحد بتصلبهم بيطلعون كل شيء. أنت عارف وأدرى بأيامنا حارب. نحن أظن نفس الجيل وعشنا أيام طيبة. نعم. حتى كانت أيامنا نحن مش هو الزمن هذا نحن نشوفها ولا نحن نعيشه. نعم. بسيط جدا. حتى يمكن قنوات اللي كانت تطلع يعني اللي موجودة في على الهواء يعني. نعم. قناتين ثلاث كانوا موجودات يعني حسب الأريا اللي موجودة في البيت. في البيت. نعم. وطبعا هيك الأيام ماشي النشاطات اللي كنا نسويها نحن، الألعاب اللي نلعبها وكذا، الألعاب التقليدية يعني. نعم. الحين ما شاء الله العيال تلقى الواحد في تليفونه يمكن 10-20 لعبة يعني. صحيح. زين. يعني ما لعبت كرة، ما لعبت طائرة، ما لعبت كرة طبعا. هذا طبعا هيك الأيام قانوننا هذا قانونها. اي نعم. ونادي العين طال عمرك كان ماشي قريب منا نحن. صحيح. وانا من هيك الايام يعني ايش قلنا مشاركين في نادي العين، لعبت كوره وياهم هناك. نعم. يوم نحن صغاريه. نعم. طبعا الايام الاوليه كانوا المدارس هم يجون يختارون. صحيح. العيال ويشيلونهم المدارس وكذا.
فلعبنا الحمد لله، شو أقول لك، لعبنا كورة ولعبنا طائرة ولعبنا سلة، وحتى اشتركت في منتخب السباحة حيثها. ما شاء الله عليك. نعم. الأول كان تعرف المجتمع صغير والكل يعرف الكل يعني. صحيح. فحتى الاهتمام كان نادي كان الثقافة والرياضة. نعم. الثقافي والرياضي. صحيح. يختلف عن الشركات الجديدة الحين اللي موجودة. نعم. وكان الكل متحمس يعني، كانت قضاء وقت يعني في الأندية هذه نستفيد من. حتى تصدق حارب كان أيامها مسوين نادي الشطرنج يعني هذه. صحيح. يعني وقمة يعني، كان صراحة كان في تراحم متواصل مش طبيعي هذيك الأيام. نعم. الشيوخ الله يحفظهم يطول في عمرهم كانوا موجودين تلقاهم في الأندية ويتابعون ويسألون عن كل واحد، غير الأمور اللي هي الرياضة يعني. نعم. منصور، خبرني عن دراستك في عمرو بن العاص. هاي الابتدائية، الشباب اللي كانوا وياك في الصف، ذكرياتك الطيبة قبل ما نصير الإعدادية والثانوية والجامعة وندخل. ذكرتني يا طويل العمر. عمر بن العاص مدرسة من أقدم المدارس اللي موجودة في العين يعني. نعم. أنا يوم لحقت عليها أذكر حتى سور المدرسة كان حتى متكسر يعني هذيك الأيام. الشباب اللي أهلي شوية يمكن ما أدري مقاولين ما أدري شو. حلوة. فكنا يعني حتى ما ندخل من الباب أحد من السور ندخل على المدارس. مقصرين شوي. مقصرين ما في عاد هذيك الأيام وغير مختلفة يعني. سبحان الله. وكانت شدة موجودة أخوي حارب. الشباب الأول ما شاء الله عليهم تعرف متحركين يمشون يسيرون يردون ما صحيح. الحين الاعتماد على الدريول وكذا الأمور هاي ماشية عندنا نحن. صحيح. ما لحقنا عليها. نعم. تأسيس. نعم. فتلقى الواحد مملوح قولتهم. صحيح. وهب ريح. نعم. ما ينقص عليه. لا يقص على بلد. بالضبط. زين. وأيام مبروكة والبيوت كلها كانت متواصلة والبيبان كلها قولتهم يعني مشرعة مفتوحة للكل. صحيح. تلقى الواحد يدخل من البيت لبيت فلان وفلان والفلان وكنا رابين مع بعض يعني. نعم. وأيام جميلة بصراحة يعني وما ننساها يعني. وطبعا كنا نحن نسير والرد أهلنا هني ساكنين في أبو ظبي يعني. لحقنا على أيام البطين وكذا نذكرها يعني. نعم. ماشي دار خلا يعني ما فيها حد. ما شيء زحمة. طبعا الحين اللي يسمع بيقول هذا شيبة يا لسه. لا بالعكس عز الشباب يا أخي. نحن ها كل أيام يعني أول الثمانينات وكذا. لحقنا على أيام المبروكة هذه. نعم. ورحمة الشواب اللي كانت موجودة والعادات والتقاليد هذه اللي كانت موجودة عندنا. نعم. والتواصل كان غير مختلف يعني. أما الوقت هذا طبعا الحمد لله كل حال الدنيا غير الحين. أكيد كل شيء تغير لكل وقت. نعم. زين. مرينا مرور الكرام على الابتدائية، لكن الإعدادية والثانوية بدأ منصور هني تغير، الربع تغيروا. نعم. الأفكار بدأت تزيد. زين. والهواية بدأت تأخذ وقتها في تفكيرك. خبرني عن الإعدادية والثانوية. الإعدادية طال عمرك نحن طبعا كنا في اللي هي كانت النهيانية وكانت نعم. اللي هي بعدين تحولت لعدالها مالك من أنس. نعم. ودرسنا فيها. لحقت شوية على كانت مدرسة ثانية يعني بس يبدلوا الأسامي ذيك الأيام يعني. زين. وش أقول لك كان الميزة في هالمدرسة كان عدالها متحف العين هذا. حلو. موجود عدالها. فنحن كنا نطلع معها من المدرسة نمشي نوصل للمتحف هذا. نعم. وبدينا من هناك يعني بديت أنا شوي أهتم بأمور ثانية. بدينا شوي ندخل اللي هو يسمونه مجلس الطلاب. بعدين دخلنا اللي هو مجلس الشيء يسمونه نفس المال كشافة هذا بس هو بين المناطق التعليمية في الدولة يعني. نعم. وبدينا نشارك في الحين يسمونها المشاركات الاجتماعية يعني اللي هو تصير مثلا دبي وكذا ما يودونا أبو ظبي الشاطئ ويودونا كذا تنظيف وكذا أشياء مختلفة يعني. نعم. فبدينا من هنا نتعلم شوية أن في أشياء أكبر عن المحيط أنت اللي عايش فيه وكذا. نعم. ومش أقول لك حاولنا اجتهدنا ودراسة أيامها طبعا مختلفة تحيد أيام الكتب الأولية شوية غير بصراحة. وكان الجميل نحن في أيامنا أنا أشوف اللي هي في الجيل اللي هو نقول مثلا اللي لحقوا على الوقت المبروك هذا. نعم. كان فيه تناغم موجود. تدخل الصف مثلا تلقى نسبة الطلاب اللي يدرسون من الدول العربية جنسيات مختلفة كلهم في صف واحد. صحيح. فالتواصل معهم يعتبر مش بس تواصل كدراسة صار تواصل حضاري يعني. نعم. ومدرسينا الأولين الله يعطيهم الصحة والعافية بصراحة اجتهدوا وما قصروا من الدول العربية وتعلمنا منهم الحمد لله كل خير. الحمد لله والشكر. زين. متى جتك فكرة أمريكا والجامعة؟ أمريكا طال عمرك مرة. أنا من عيال عمي بدأوا كانوا أكثرهم يدرسون في أمريكا. نعم. فكان عندي أنا خلصت الثانوية الحمد لله وكان عندي خيار من أني أسجل في
مثلا الداخلية وأسجل في الجيش يعني القوات المسلحة. أو أن الواحد يلتحق بجهاز الاستثمار مثلا للدراسة برا. فتشرفت هذيك الأيام أذكر كنا جالسين الله يعطيه الصحة والعافية أحمد خليفة السويدي الله يحفظه مر علينا طال عمرك وشاف شباب جالسين فنزل طبعا فتح الجامعة وتم يكلمهم يسأل الشباب شو دارسين في العين. نعم ما شاء الله ترابيته هو أدالكم. نعم. فتم يسأل الشباب وكذا ويتخبرهم انت شو دارس اللي حتى بعضهم كان أذكره ما توفق الدراسة ما وصل حتى الثانوية. فيقول شو رأيكم نلحقكم برنامج تلتحقون ببرنامج تكملون منه الثانوية في أمريكا واللي يبغى يدرس الجامعة هنا. شخصيا تخيل الله يعطيه الصحة والعافية محمد ما يقصر الحقيقة. فتخبرني قال لي ولد منو؟ قلت له ولد كذا. ايش حال اهلك وكذا؟ قلت له بخير. قال لي خلصت؟ قلت انا خلصت. فوصاني قال لي شو رايك على الدراسه وكذا. ففتح لي باب يعني انا على العموم سجلت في الداخليه وسجلت اذكر في القوات المسلحه وسجلت في جهاز الاستثمار. حلو. وتوفقنا الحمد لله كلهم قبلونا الحمد لله. زين. وش اقول لك بصراحه يعني غامرت هالمغامره كامله في اسبوع واحد. خلصت تسجيل وكل شيء وكذا وسافرت في اسبوع واحد. ما شاء الله عليك. يوم رب العالمين يوفق مكتوب وجه خير ما شاء الله عليك. نعم. زين. شو اقول لك صرت طبعا وصلت هناك وكذا والحمد لله التحقنا بالجامعات هناك ودرسنا وكذا وخلصنا. اي ولايه درست طبعا في كاليفورنيا. الله. نعم مريت طبعا على كانت ولايه ثانيه اسمها اوريغون اللي شمالي كاليفورنيا درسنا فيها فتره وخلاص ردينا اللي هي كاليفورنيا. فرق بين كاليفورنيا وأي مكان ثاني. صحيح. منو تذكرنا من الشباب اللي كانوا وياك يدرسون هذيك الايام؟ والله انا اذكر الله يرحمه ويغفر له اللي هو محمد خلف. الله يغفر له ويرحمه بصراحه. الله يغفر له ويرحمه. نعم. اخو عزيز ورجل بصراحه ما انساه الحقيقه. كنا انحصاريه اخوي حارب يعني شو اقول لك عمرنا 17 18 يعني. فتونا واصلين وكنت جاي بورتلاند يعني هاي في اوريغون. فالتقيت مع واحد من الشباب وكذا قال لي شو رايك اليوم بنعزمك على العشاء. احنا شباب العزيمه بتكون سندويشات شيء خفيف يعني. انه وعدني في مكان والتقيت مع محمد خلف الله يرحمه. الرجال من هايك الايام يعني الله يرحمه كان فاتح ميلس بصراحه وهو طالب يعني ويلم الشباب وكذا ويسولف وياهم وكذا وذبايح طايحه ما شاء الله في البلاد تقول في البلاد. وش اقول لك يعني كانت من هايك الايام يعني تعرفنا عليه وكذا وكان اخو عزيز يعني. نعم. وغير شباب يعني من شو اقول لك من كل صوب يعني من كل مكان نعم موجودين هناك. شباب مجتهدين وشباب يعني ايام مختلفه يعني يمكن هذيك الايام كانوا. وخلصنا الحمد لله. خلصت علوم سياسيه. نعم. حلو. شو خلاك تاخذ علوم سياسيه؟ والله يا شو اقول لك كان التسجيل هايك الايام مختلف يعني. كل انسان عنده حلم عنده طموح. انت ادبي ولا علمك انت؟ طبعا ادبي. اقول انا الحين يعني الافلام المفروض تكون يعني في مكان غير. لا هو الموضوع الافلام هذا موضوع ثاني طبعا. هاي هوايه طال عمرك يوم كنت ادرس هناك لغه كانوا وياي مجموعه من الشباب. كان عندي واحد روميت اللي ساكن معي في شريكي في الغرفه هذه مالت الدور مالت السكن الجامعه. واحد شاب امريكي اسمر يعني اسمه كليف الحين يعني لا باس فيه يعني معروف شويه في امريكا يعني مخرج جيد يعني. كليف كان ساكن ويانا واذكره كان يسوي فيلم قصير يعني وكان فيه موضوع العرب. فانا يعني زميله في الغرفه جاء كلمني وكذا ومن طلعت معهم وكذا وشفتهم كيف يشتغلون وكذا. ايامهم حتى كانت كاميرا اذكرها اللي هي سوبر 16 يعني الفيلم القديم شويه على قدم يعني كانوا الجماعه. فمن هيك الايام يعني بدينا احنا نهتم بالموضوع هذا وما عجبني موضوع انه بصراحه كان دور العربي انه يصارخ ويعلي صوته وكذا يعني من هذيك الايام هم هاي ماخذين الفكره اللي هي السلبيه. فشوف الدنيا كيف دارت الحمد لله درسنا وكذا واشتغلنا وخدمنا في جهه حكوميه معروفه يعني وخلصنا. شو اقول لك تلاقيت مع محمد خلف مره ثانيه الله يرحمه ويغفر له. امين. فيا كلمني قال لي منصور الحين هني في ابو ظبي الحمد لله في توجه لصناعه الافلام ونبقى كوادر مواطنه وكذا. شو رايك تبدا تدرس ويانا وفي عندنا جايبين جامعه معروفه هني وكذا. فش اقول لك قلت له ما طبعا انا هذيك الوقت يعني شيء بالنسبه لي كان تحدي يعني. انا ريال معروف يعني ود عرب تعرف نحن مواضيعنا كيف الناس ممكن تنقمك في الموضوع هذا انت داخل في الافلام وفي الامور هذه تختلف يعني. نقله صعبه يعني. خدمت اقول لك فتره تقريبا 10 سنين اشتغلت يعني.
فقلت له إن شاء الله، ودخلت التحدي هذا الحمد لله وتوفقنا فيه. وأنا أدرس أخوي حارب، فزت أذكر ونحن ندرس يعني مشروع من مشاريع الكورس من الكورسات هذه، فزنا من مهرجان أبو ظبي ما شاء الله. نعم. والسنة الثانية من الدراسة نفس الشيء، فزنا في مهرجان ثاني أذكر. فالحمد لله يعني ما لقينا، أنا أقول لك إياها بكل صراحة، ما لقينا إلا كل الدعم الحمد لله. أنا درسته كدراسة مش كإخراج، درسته طبعا هو الإخراج جزء من الدراسة هذه، نحن درسناها صناعة الأفلام كاملة، تبدأ من الإعداد إلى الإنتاج إلى ما بعد الإنتاج إلى الإخراج نفسه طبعا، وإلى حتى الكتابة يعني. فكانت دراسة الحمد لله وافية وتوفقنا فيها. زين. شو خلاك تغامر وتشارك بعيار الصقور ما تمر؟ يعني أنت الحين تعرف كيف الحين الإنسان يقول لك أنت تبغى تعرفه وين رايح، عرفه من وين جاي. هذا هو. إذا أنا جاي من ذرة قلعة الياهلي، يعني زايد الكبير. ترى أنا الحين أنا لي مغزى من هذا السؤال. أنا أعرف لك. ماشي. أنا الإنسان يعني مثلا شوف هذا الأجنبي، مثلا المخرج الأمريكي أو الأجنبي أو حتى العربي، يعني كل إنسان جاي من بيئة وجايب وياها أفكاره ومعلوماته وكذا، واللي يعرفه هو هذا هو اللايف ستايل ماله، حياته هو بهالطريقة هذه. أنا حياتي غير. رجال رابي في الدار هني، لأن عارف نحن غير. أنا ما أشوف مثلا سوبرمان، ما أشوف الأمور هاي. فأكيد أول شيء بيطلع طبعا عن سيرة العطرة المغفور له المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، الأيام مبروكة هاي يعني. فشي أقول لك الحمد لله هو الموضوع يعني. الفكرة كيف جت منصور؟ ماشي، هذا من بدايتي أنا، من قبل حتى يعني في بالي. وبعد عندي الحين موضوع أنا شغال عليه، الحين كملت 4 سنين ما شاء الله عليه. وإن شاء الله أنه يعني خلال السنة الجاية إن شاء الله أنه بيكون جاهز إن شاء الله. هذا الأساس أخوي حارب. الإنسان اللي ما عنده أساس ما بيوصل مكان. صحيح. لو بتمشي خطوة غير. أنا يعني ما أشوف عمري في أشياء ثانية يعني. أنا همي الأول والأخير أن هذا موروثنا وهذا نحن، ونطلع بها للناس. صحيح. زين. أنت ما شاء الله عليك يعني قدمت هذا الفيلم من خلال مهرجان أبو ظبي السينمائي. نعم. مهرجان أبو ظبي السينمائي الناس تي من كل دول العالم. نعم. الأنظار تتجه له في كل مكان، ودائما في منافسة بين مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان دبي السينمائي. نعم. قدمت هذا الفيلم، خبرني عن تصويرك هذا الفيلم، كم خذ منك من وقت؟ حياة عمك الله يغفر له ويرحمه سهير اللي كان معاك في هذا الفيلم. نعم. خبرني عن الجنود المجهولين اللي اشتغلوا معاك في هذا الفيلم، وكيف كان شعورك والفيلم هذا يفوز؟ والله يا طويل العمر، تعرف يوم تشتغل شيء يجيك تحس إحساس أن هذا رايح مكان معين، يعني تعرف تتوقع له أن في شيء صاير في نعم. الموضوع هذا. نعم. نحن بدينا طبعا اشتغلنا في الفيلم هذا تقريبا 3 أشهر. نحن ما شاء الله. كان الشيء الصعب أنك تحصل واحد من شبابنا المبروكين اللي عاشروا الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد. طبعا أنا الإنسان يلتفت يمينه ويساره بشوفه شيء أقرب الناس عليه. نعم. طبعا الله يرحمه ويغفر له عمي سهيل، كان صعب أنه ما يطلع في تلفزيون أو في كذا، شبابنا غير نظرتهم مختلفة يعني، وحاولوا في كذا قناة أنا أذكر. كان الله يرحمه يعني مش مهتم بالأمور هاي، ما يعرف أصلا الأمور هذه بالنسبة لهم يعني غير تختلف يعني. نعم. بس أنه نعد لمقابلته هو خذ من عندنا شهر لنرتب معاه الموضوع. أنا سرنا له البيت وسرنا له العزبة طبعا، وسرنا له بيت ثاني عنده، حاولنا أن نمشي معاه. وطبعا تعرف أخوي حارب، خاصة لمن عاشر الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر، صحيح، أنه يتكلم عن مسيرة الشيخ زايد ويتذكر هيك الأيام الطيبة. نعم. صعبة على أي واحد. صحيح. فهو بعد الله يرحمه ويغفر له موصي حد من العيال عنده، قالهم من تشوف الموضوع بدأنا يعني نوصل مرحلة أنه صعب أنه يكمل الكلام فيها، ظهر برا واتصل بي تليفون. زين. فأذكر يوم بدأ يتكلم عن آخر أيام المغفور له الشيخ زايد، تعرف خنقتها العبرة. سبحان الله. نعم. وشوفه يلتفت على الولد عنده، ظهر الولد واتصل بالتليفون، فنجبرنا طبعا نوقف التصوير. فخلصنا الحمد لله. طبعا كانوا في شباب مجتهدين في مثلا فارس الكعبي، فيه كان عندنا بنت برهوم اللي هو كان
مدير الموارد البشرية عند في ديوان الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. آمين. وكانت مجموعة من الشباب يعني في أجانب بعد كانوا موجودين ويانا في العمل هذا. نعم. والحمد لله خلصنا وكذا، ما لقينا من مهرجان أبو ظبي بصراحة إلا كل ترحيب وكذا. دخلنا المسابقة عندهم. نعم. ويقول لك عقولتهم عند السبوق عندك ولا تحاتي يعني. صحيح. فأنها عديناها وهديناها في نصهم يعني والحمد لله. زين. هذه البداية كانت منصور. نعم. زين، هذه البداية منصور اللي أنت قدمت فيها من خلال مهرجان أبو ظبي السينمائي، كان تحدي كبير بينك وبين الأفلام الموجودة. نعم. زين، يمكن اسم الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه دائما فوق طبعا، وانت قدمت في أزهى حلة. نعم. من خلال شخص معاشر الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد. طبعا شوف الشخص المتميز واللي ياخذ المركز الأول دائما يبي يحافظ على المركز الأول، لكن يتميز بشيء جديد. عقب هذا الفيلم اللي قدمته. نعم. سوينا طال عمرك كوبريت. هذا هو تمام. نعم. سوينا طال عمرك كوبريت اسمه نفس الشيء، العالم يغني لزايد. نعم. طبعا اللي نحن استشفيناه من خاصة مهرجان أبو ظبي. مهرجان أبو ظبي كان في ناس جايين من برا وكذا. نعم. أخوي حارب نحن الحمد لله كدولة الإمارات وصلنا مرحلة صحيح الناس كلها تنظر لنا الحين، يعني أشر لنا العالم كلها الحين الحمد نعم. لله. فاللي استشفيناه من الجماعة كانوا جدا مهتمين بموروثنا فينا نحن وكذا، وفي النهاية هذه الأجانب. صحيح. فتواصلنا كنا مع إدارة الثقافة والتراث ذاك الوقت. نعم. وعرضنا عليهم فكرة جديدة أن نجيب قصيدة نبطية عندنا. نعم. ونحاول الرد على قصيدة الشيخ زايد الله يرحمه، يقول يا ذا الشباب للطريف. نعم. ونحاول نخليها نغلفها يعني بصبغة عالمية يعني للموضوع هذا. زين. بأغنية أوبرالية شوي قريبة على الأوبرا، لأنها ترتقي، تعرف الأوبرا يعني فن راقي معين يعني صحيح. له جمهور معين، نحن كنا نخاطب الطبقة هذه طبعا. نعم. فحاولنا وجبنا عدد من المطربات بصراحة، اخترنا منها اللي هي كانت بلقيس. نعم. ووديناها، تعاملنا مع شركة عالمية اسمها اتشيف ميوزك وسووا لها التست وكذا. أنا ما عندي خبرة طويلة مش في المجال الموسيقى وكذا، ما أعرف فيها بصراحة، ولكن جبت ناس خبراء وكانوا يسوون شيء تست أو اختبار يسمونه الجي. حلو. الجي هذا يوصل 5. ففعلا يتنا كذا مطربة، كانوا 4 أو 3 يعني. أنت تدور ال5؟ أنا أدور ال5 طبعا. زين. يعقوب عندك فكرة عن الجي؟ الجي فورس. الجي 4 يعقوب. زين. زين. نفس السير هو عزمها زين يقول. فتوفقنا فيها بصراحة، وصل الجي 5 وكذا، وسوينا العمل وأرسلناه لوس أنجلوس. كان في مهرجان عندهم هناك عالمي. زين. اللي يضحك في الموضوع هناك كان فيه عندهم مطرب مرة ثانية أسمر مال أغاني الراب وكذا والأمور هذه. حلو. والأمريكان عندهم شعبية كبيرة. نعم. فتخيل أنت تدخل المهرجان يشتغل لك الراب ويشتغل لك اللي كذا والمطرب اللي كذا اللي عندهم وكذا، وتعرف الأمريكان أنت اللي موجودين المشاهدين وكذا. فجأة يطلع لك قلعة الياهلي ويطلع لك أوبرا معين، وطبعا الترجمة الله يجزيه خير طاريها الله يرحمه محمد خلق أرسله لحتى سفارة الإمارات في لندن ورحبوا بالموضوع. يا أبو أحسن المترجمين اللي عندهم، تعرف القصيدة ترجمها صح صعبة شوي. صحيح. فيا أبو أحسن المترجمين اللي عندهم ترجموها بطريقة ممتازة بصراحة، فوصلت الكل. وكان أنا أذكرها المطرب هذا يعني حتى يوم نزلها في اليوتيوب كان عنده 25 مليون مشاهد على أغنيته. ما شاء الله. هنا. فالحمد لله يبنى عليهم المركز الأول. الله. والأجمل من هذا حتى فزنا بجائزة ثانية في نفس المهرجان هذا على الزي اللي هو الثوب اللي تعرف أنت الفيديوهات بعد اللي كانت موجودة في النهاية عندهم جائزة بعد للزي نفسه. اللبس الإماراتي. اللبس الإماراتي فاز طبعا. يا سلام. والحمد لله. طبعا منصور السوالف فيك طيبة. الله. زين، لكن يعقوب بيدخل علينا فاصل، وعقب الفاصل في نقلة بتكون عندنا أو في تواصل بعد بيكون عندنا ما شاء الله. وبعدين نذكر مستمعينا الكرام اللي بيشاركنا من خلال الاتصالات 655 12 من داخل الدولة ومن خارج الدولة 0 971 655 12 34. اتصالات تدو، اللي في خاطر بعد يطرش رسالة يستفسر عن منصور اليبهوني الظاهري يا مرحبا، موجود عندنا 36
66 تويتر ولا بعد يعني انستغرام إمارات FM ترحب بكم. تفضل يعقوب. رمضان نورنا. صفقات رائعة، اختيارات مميزة، وتسوق بلا حدود. سوق رمضان الليلي 11 يوما من الروائع للمتسوقين، حيث تتعدد المنتجات من ملابس وعطور وإلكترونيات وألعاب ومنافذ الأطعمة والكثير. عروض مثيرة وتذاكر يومية بمجرد زيارتك لسوق رمضان الليلي من 2 وحتى 11 من يوليو في مركز دبي التجاري العالمي من 8 مساء وحتى 2 صباحا. الدخول مجانا. الداعم الرسمي كوتينج شاي الكرامة. الطيران الرسمي جيت ايرويز. في رمضان انطلق بالخير إلى آفاق رحبة. امتلك كاديلاك بمعدل فائدة 0% لمدة 5 أعوام مع ضمان ممدد وخدمة وصيانة ممددة وتسجيل مجاني. قم أيضا بتجربة قيادة كاديلاك ATS في شهر رمضان وقد تربحها. تفضل بزيارة معرض كاديلاك الأقرب إليك أو اتصل على 800 542 3789. كاديلاك تتمنى لكم رمضان كريم. تطبق الشروط والأحكام. لأشهى إفطار مع العائلة والأصدقاء احجز طاولتك في مطعم بيبلوس البحر انتر كونتيننتال أبو ظبي. الإفطار يتضمن قائمة طعام غنية وتشكيلة أكلات لبنانية متنوعة ومشروبات رمضانية منعشة في أجواء عائلية على أجمل طلة بحرية. السعر للشخص 250 درهم. وأحلى السهرات الرمضانية خيمة سهارة في بيبلوس البحر. للحجز يرجى الاتصال بفندق انتر كونتيننتال أبو ظبي 800-423463. تطبق الشروط والأحكام. على هونك يا ابو حمد، يكفيك اكل، وزنك زايد وصحتك تعبانه. ما اقدر اقاوم الاكل، حاولت بكل طرق الرجيم وما نزل وزني. ابى اخذك للعياده الجراحيه لعلاج البدانه في المركز الامريكي الجراحي ونستشير الدكتور الجراح باتريك نوين. زوج عمتي سوى العمليه ونزل وزنه. الحين بشهر رمضان الاستشاره مجانيه وعندهم خصومات خاصه على سعر العمليه، والتامين الصحي ممكن يغطي تكاليف العمليه حسب شروط معينه. شو قلت؟ المركز الامريكي الجراحي لجراحه علاج البدانه والجراحه التجميليه ابو ظبي 02-443-0909. احتفل بعيد الفطر مع موسم صيف أبو ظبي الذي يقدم لكم حفل لفنان العرب محمد عبده في قاع الدوب بجزيرة ياس يوم السبت 18 من يوليو. تباع التذاكر من خلال الموقع ticketmaster.ae وكافة متاجر فيرجن ميجا ستورز أو اتصل على 800-86-823 من تقديم هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ومن تنظيم فلاش للترفيه. مذهلة. لأنك تسعى لدعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام، إنا نراك من المحسنين. لأنك حريص على مساعدة كل محتاج على أرض الإمارات، إنا نراك من المحسنين. جمعية بيت الخير تحول عطاءك إلى أكثر الناس حاجة. جمعية بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للاتصال الرقم المجاني 800-22-554. صحيفة الاتحاد في شهر رمضان مفاجآت لا تتوقف، أسئلة منوعة والجواب لمن يمتلك الحافز، والفائز يحصد الجوائز. تابع مصدرك الأول في شهر رمضان المبارك واربح المزيد والمزيد. ليالي رمضان تجمعنا، سوالف وعلوم فيها طاري الأول وذكرياته، ومن الخاطر نقدم لكم معلومة خطار بيونا وحد بنزورة في برزة رمضانية. حياكم الله ويانا في إمارات FM. برنامج برزة رمضانية برعاية دلما مول. اكتشف 100 يوم من الروائع في مول أبو ظبي المفضل. مع وكالة عمير للسفريات، احجز على مدار الساعة وسافر إلى أي مكان. اتصل على 800-200-200. حياكم الله ويانا مستمعينا الكرام من خلال برزة رمضانية. وبرزتنا اليوم ضيفنا فيها
مبدع إماراتي، مخرج ما شاء الله له عالم خاص من خلال كل ما يقدمه في هذه الكاميرا اللي دائما توصلنا صورة بطريقتها الخاصة. لكن اليوم منصور بيخبرنا عن طريقة التوصيل من خلال وجوده ويانا في هذه البرزة. خبرني منصور، شو عشقك لهذه الكاميرا؟ ويعني أنت مخرج وما شاء الله عليك مبدع، وغير الإخراج بعد لك أمور ثانية ما شاء الله، وما شاء الله عندك إنتاج فني بعد. نعم مؤسسة الكريمة. خبرني عن هذا الموضوع، وشو اللي خلاك بدال ما تكون هاوي الحين تحترف وتبدع من خلال كل ما تقدم الله يسلمك في هذا العالم. هو طال عمرك في كل مجال طبعا في لازم الإنسان إنه يجتهد أول شيء، يأخذ الإحصائيات يشوف شو اللي موجود يعني. نعم. الحمد لله كسوق إقليمي يعني موجود هنا في المنطقة. في عندك اللي هو السوق المصري طبعا معروف. نعم. في كعدد دور السينما يعني دور العرض. نعم. وعندك طبعا اللي في الإقليم هنا موجود عندنا طبعا الهند. وكإحصائية موجودة أخوي حارب الحمد لله الإمارات تعتبر عربيا تقريبا الثاني بعد مصر من ناحية الدخل العائد على الأفلام هذه. نعم. ولكن للأسف يعني مثلا عندك سنة 2013 هاي الإحصائية آخر واحدة موجودة كأرقام يعني انعرض في دور السينما 250 فيلم. نعم. 180 منهم عالمي اللي هن تعتبر أفلام أمريكية، وعدد بسيط من تقريبا 18 فيلم عربي. نعم. والباقي اللي هي من الهند طبعا. نعم. لكن للأسف ما في ولا فيلم إماراتي معروض فيه في هذه السنة. نعم. العائد عليهن وصل تقريبا 780 مليون درهم. نعم. فهو يعتبر يعني دخل ممتاز يعني كصناعة يعني موجودة هنا. ولكن حصتنا نحن كالإمارات يعني غير موجودة في الفني محليا. نحن نتكلم فقط عن الإمارات. نعم. ما بالك لو يصير تزاوج في الأعمال الفنية هذه ما بين مثلا مصر وما بين الإمارات. نعم. فدخلت كبداية اللي هو كفريلانسر يعني اللي هو من دون يعني شركة ومن دون شيء. وتعرف صعب شوية أن مثلا الشركات أو كذا تخيل أن في إماراتي يلبس في عقار وكذا يكون مخرج يعني صعبة شوية. لا مش صعبة. ليش صعبة؟ وأنا أقول كواقع يعني جربناها يعني. نعم. كنا اشتغلنا فيها تقريبا 7 سنين يعني ما تحس أن مثلا ممكن تجيك شركة مثلا أجنبية وكذا ممكن تعين مخرج إماراتي يعني. مع أن نحن هذه طبعا تعرف الإنسان أهل روما أدرى بشعابها يعني. نعم. فمع أنهم يتناولون مواضيع يعني محلية وكذا لكن صعب أنك تلقى بصراحة يعني. وما شاء الله مخرجين موجودين كثار يعني هنا إماراتيين الحمد لله. صعب تحصل التعاون معهم يعني بينهم وبين الشركات الأجنبية هذه. فالحمد لله طبعا الخير الحمد لله فاضل علينا نحن كإماراتيين الحمد لله. فبديت أسست مؤسسة اللي هي الكلمة الإنتاج الفني في دبي. نعم. نعم. قبل طال عمرك تقريبا 5 سنوات يعني. زين. بنوقف هني وياك مخرجنا وشيخ المخرجين. الله يطول عليك. زين. هاي دائما انا اقول لك انت بادرها وياك. اي نعم. وعندنا ما شاء الله نجمه من نجوم العالم العربي الاماراتيه الخليجيه العربيه فاطمه الحسني. سلام عليك ومبارك عليك الشهر. عليكم السلام ويبارك أعماركم يا ربي وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. شحالك يا فاطمة؟ وانت بخير. بخير الله يسلمك الله يعافيك يا ربي. والله من فترة طويلة ما سمعنا صوتك فاطمة. اي والله مختفية. زعلانة علينا كنك؟ لا والله حاشا الله لا يجي الزعل بس تدري يعني تصوير وبرامج ومسلسلات. الله يوفقك يا فاطمة. مسلسلات يوفق الجميع يا رب. الله يوفقك يا فاطمة. طبعا نحن وياك في برنامج برزة رمضانية وضيفنا اليوم ما شاء الله شخص عزيز وغالي علينا منصور اليبهوني الظاهري. والنعم فيه والله الأستاذ منصور. أنا تعاملت معاه يعني في فيلم توعية حق أداة القضاء. ونعم الرجال بصراحة يعني مهما قلت في حقه بعد ما راح أوفيه يعني. نعم. الحمد لله كانت مثل ما يقولون مشاركة صغيرة وبسيطة بس كانت جميلة وحلوة. وإن شاء الله يا رب هنلتقي في أعمال أو في أفلام تكون أكبر من شيء يعني. زين. يقولوا فاطمة خبروني عن منصور يقولوا شرس في الإخراج وفي تصوير المشاهد هاي يكون دقيق جدا. صدق هالكلام؟ شرس
لا شرس لا والله مو بشرس، يا ريت والله كل المخرجين مثل يا سلام. الله يسلمك. انا بنسولف ويا منصور لان منصور اخوه عزيز وغالي علينا، فدائما نحب نداعب شويه بطريقه حلوه. الله يسلمك. لازم. زين فاطمه خبريني عن هذا التعاون اللي صار، في تعاون ثاني بيكون خلال الايام الجايه ان شاء الله، في شيء جديد؟ والله أنا أتمنى، بالعكس أنا مثل ما قلت لك الأول مرة يعني أتعامل مع الأستاذ منصور. يمكن هو الفيلم أو مدة الفيلم ممكن هذه دقائق، بس الفترة اللي قعدنا فيها وتعرفنا على بعض والله يعني ونعمل رجال بصراحة يعني. وأنا بالعكس أتمنى أني أتعامل معه إن شاء الله. بتكون يعني ما يكون فيلم مثل ما يقولون قصير أو فيلم مدته دقيقة ولا دقيقتين، لا بالعكس يعني. بعدين يمكن أنا كنت جاية، يمكن الأستاذ أنا كنت جاية من السفر من الكويت تصوير، كان عندي مسلسل وإحنا كنا مقبلين على شهر رمضان. يمكن أنا اللي أديته بالعكس يعني. كنت يا سالح وأبغي، كنت أبغي أسير أشوف الوالدة، لأن يمكن من شهر ونص ولا من شهرين أنا ما شفتها. قال لي ساعتين 4 ساعات من الساعة 11 للساعة 9 في الليل. الله يكون في العون. منصور حرام عليك يا أخي. لا بالعكس، الفنانة فاطمة بصراحة ما قصرت. اللي صبرني لا بالله بالعكس بأمانة يعني. أنا يمكن أنت تعرفني حارب، أنا ما أعرف أجامل. الله يطول عمرك يا فاطمة. نعم. إيه والله، بس التعامل، الأسلوب، الكل بدون استثناء. الله يسلمك. يعني من المخرج لين أصغر واحد بأمانة يعني يخجلونك في التعامل معهم. وأتمنى من باقي حتى شركات أن يكون أن الفنان المحلي يتعامل بالطريقة هذه. أنا ما أقول، أنا أتكلم عن أهل الإمارات، عن أهل بلادي. أنا ما أتكلم عن باجي مثلا الأشخاص أو باجي الفنانين من دول الخليج. أنا أبغي من كل الشركات، من كل المؤسسات الإنتاجية، أنهم يتعاونون مع الفنان المحلي بهذه الطريقة. لأن نحن المفروض الحين نوصل يعني مثل ما يقولون فوق. بالعكس احنا قاعدين نرد، مع ان الحمد لله عندنا مخرجين وعندنا مؤلفين، وها يمكن تنقصنا الاشياء البسيطة يعني. فاحنا ليش ما نتعامل مثل باقي الدول الثانية يعني؟ ليش احنا ما نبغى نوصل بوليود ولا نبغى نوصل هوليود؟ لا، نحن نقول على الاقل يعني نصير مثلا مثل دولة الكويت. يعني الحمد لله احنا عندنا مسلسلات على طول السنة، المنتجين قاعدين يشتغلون. بس أنا أقول الفنان المحلي بشكل عام مظلوم. صحيح. الفنان الإماراتي بشكل عام مظلوم، سواء كان من العنصر النسائي ولا من العنصر الرجالي. وانا اللي اكتشفت ان في الاستاذ منصور من غير اي مجامله انه من النوع اللي يحب يعني يطلع الجيل. مع اني انا يمكن ما قعدت معه يعني فتره طويله، وكان حوارنا دائما عن الشغل والفيلم وكذي وهذا، بس حسيت ان الانسان هذا ممكن انه يعني ما عنده مشكله. ما عنده مشكله يعني. ممكن احنا الحين هذول شبابنا ما شاء الله عليهم في المسرح معروفين، ايام المهرجانات معروفين. بس احنا ليش ما نشوفهم في التلفزيون؟ ليش نقلل من قيمتهم في التلفزيون مثلا؟ هاي رسالة فاطمة انت وجهتيها من خلال هذا المنبر، الله يسلمك. وانا من خلال هذه البرزة دائما احب اقنص الله يسلمك الكبار والصغار، ويشرفنا ان شاء الله انك انت بعد خلال الايام الجايه اذا سمح وقتك تكونين عندنا ضيفه في هذه البرزة ونسولف وياك، لانك انت ما شاء الله عليك يعني الحين لك باع طويل، ومو بنجمه ما شاء الله، نجمه النجوم اصبحتي ما شاء الله. الله يسلمك والله يا اخوي حارب، بالعكس من ذوقك. انا والله للحين اقول اني انا صغيره، وهذه الشهاده بالعكس اعتز فيها منك يعني. طبعا الموضوع هذا انا اتركه للجمهور، اذا كنت انا نجمه وستار وكذي يعني بالعكس. بس انا مثل ما قلت لك والله قلبي يعورني، او ابغي جيلنا، ابغي الشباب يطلعون، ابغي البنات يطلعون، بس ما ابغي شيء. لان نحن الحين مثل ما يقولون ما بناخذها زمننا وزمن غيرنا يعني. فاطمة الحوسني انا اشتغلت سنة 94 مع الاستاذ الكبير العملاق عبد الحسين عبد الرضا ابو عدنان، خذيت ادوار البطولة الحمد لله، وخذيت. ابغي الجيل هذا يطلع. صحيح. ابغي هذا الجيل يطلع يعني. احنا مو قاعدين نطالب بشيء. صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. إذا طبعا يعني أنا ممكن أتواصل معاكم من خلال الهاتف، بس أني أكون موجودة بالعكس يحصل لي شرف أني أكون موجودة معاكم. بس للأسف
قاعدين نشتغل بروبات مسرحيه حق العيد ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. بنحضر ان شاء الله، انا ومنصور بنحضر لك المسرحيه ان شاء الله. ابشري ان شاء الله يا فاطمه. ايام الطيبين يعني على مسرح شلبة ان شاء الله. بالعكس على الساحل الشرقي ان شاء الله. بالعكس نتمنى نكون موجودين هناك، وسلمي على كل اللي وياك ان شاء الله في هذه المسرحيه، وان شاء الله نتلاقى وياكم انا ويعقوب ومنصور ان شاء الله، محمد الجنيبي بعد بي ويانا ان شاء الله. فاج طيب يا فاطمه. ان شاء الله ان شاء الله. والله بالعكس شرفنا حضوركم ونفتخر بوجودكم يا استاذ، والله بالعكس. ما تقصرين يا فاطمه، بيض الله وجهك، وشاكرين انك اعطيتينا من وقتك من خلال هذه البرزه. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك، وامانه تحياتي للجميع، لان ما اعرف منو موجود، بس توصل ان شاء الله. سلامي للكل يعني. مشكوره يا فاطمه، وسلامك وصل. الله يسلمك. مشكوره كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك. شكر لله. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظك ان شاء الله. سلام. الله يحفظك. كان طبعا من خلال هالمكالمه ويانا النجمه الاماراتيه فاطمه الحسني. منصور طبعا شوف الافلام القصيره اللي انا قاعد اشوفها خلال الايام اللي مضت او الفترات اللي مضت، ما هي افلام قصيره كلهم يتكلمون عن عادات واشياء مرعبه، سحر، جن، ما اعرف شو هالتوجه منصور؟ كان الامارات ما فيها الا هذه المشكله، او طلاق او يعني ما اريد اذكر، كلها سلبيات. ليش منصور؟ لا طبعا الحمد لله الدار فيها الخير ان شاء الله، الخير فاضل الحمد لله. يمكن نرجع على نفس النقطه الاولى اللي هو كل انسان تشوفه هو من وين جاي، على اساس تعرف هو لوين رايح. الشباب عاده افكارهم تختلف، مش كل الناس واحد استاذ حارث. صحيح. يمكن هذا الجماعه مثلا اللي هو موضوع اتصور اللي هو موضوع السحر والجن والامور هذه، في فيلم اتصور اللي هو افلام يا ريال. نعم افلام يا ريال. هذيلا طال عمرك لهم جمهور، لهم الصغاريه، تعرف تلقاهم كلهم يتكلمون في نفس الموضوع هذا، يبون شيء غير مختلف يعني. صحيح. طبعا هني هذا من الفراغ اللي موجود، فراغ موجود كبير في دور السينما من الأعمال الإماراتية. أكثر الناس ودها أنها تحضر وتشوف أشياء، يعني في عندنا نحن قصص واقعية، في عندنا أشياء كثير، يعني عندنا موروث. طبعا عندنا سياحة يا ريال، عندنا نجوم، عندنا أبطال، عندنا الخير طال عمرك، وعندنا الحمد لله فوق 200 جنسية موجودة هنا، مختلف الشركات، فأي شيء يجي في بالك ممكن أنك تطبقه عندنا هنا. مدن عصرية، كل شيء موجود الحمد لله. لكن في فراغ حارب في الساحة مش طبيعي بصراحة. هذا يمكن شو أقول لك يعني يمتلأ بالأعمال هذه اللي تذكرها يعني. زين منصور، ممكن ما عليه تدري ساعات الواحد يسمع شور ويسمع رأي. زين، ويمكن هذا الشخص مسكين يعني ياخذ بالشور اللي جاء من مكان أو من مصدر من المصادر ويشتغل عليه. الحين هذا الفيلم يوم تشوفه ينزل لك في اليوتيوب ويشوفونه من كذا مكان في الكرة الأرضية، يقول لك طالع أفلام الإمارات، هذه أفلام الإمارات، هذه أنا ما باين الإمارات من خلال هذا الشيء. بعد ما شاء الله منصور بسجل عندك هذه النقطة ونتكلم فيها عقب ما شاء الله. زين، وعندنا طبعا بعد اتصال ما شاء الله عفرة المرر. السلام عليك يا عفرة. السلام عليكم. مرحبا أستاذ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله مرتاحة؟ الحمد لله بخير. الله يعطيك الصحة والعافية، وشاكرين لك هالمشاركة والتواصل ويانا. مشكورين على الاتصال. الله يسلمك إن شاء الله. طبعا ضيف برزتنا اليوم منصور. نعم، شو تحبين تقولين حق هذا الشخص الله يسلمك من خلال هذه البرزة؟ والله أنا يشرفني أن اشتغلت معه. نعم. وأنا أعرف طبعا منصور من زمان، بس ولا مرة التقينا في عمل. نعم. في الحملة التوعوية أنا اشتغلت معه كمخرج فني، ارت دايركتور. يا سلام. قلة تحصل مخرج يعرف الدور مال المخرج الفني، يستشيره ويقعد معه ويتكلم معه ويعرف يعني أن هذا وايد يضيف حق المشروع. يا سلام. فأنا وايد يعني استمتعت في هالأيام اللي اشتغلت معه فيهم، لأن يعني عطاني مساحة الإبداع. الله. عطاني مساحة وكان يعني أخويا. يا سلام. المشروع، عرفت؟ يا سلام. فيعني صراحة يعني منصور أنا وايد يعني استانست معك في هالعمل، ويعني يوم شفته حتى على الشاشة يعني صدق يعني حبيته. الله يسلمك يا عفرة. بالعكس عفرة، نحن تشرفنا بصراحة الشغل معاكم انتم، خاصة الطاقم اللي كان موجود الإماراتي بصراحة
كان عندنا طاقات إماراتية مبدعة، وعفرة بصراحة كانت جدا محترفة وما قصرت الحقيقة. يعني شوفي عفرة، أنا صراحة ما أعرف منو اللي اشتغل ويا منصور، لكن أنا اللي عرفت أن كل الجروب اللي مع منصور طبعا جروب مواطن، عيال البلاد وبنات البلاد. زين، الهدف من هذا الشيء نعم نحن عندنا، لكن للأسف غير معروفين، مش محصلين الفرصة. التكاتف هذا والاتحاد اللي كونه منصور أبدعتوا، اكتشفتوا، انعرفتوا، وأنا مهما تكلمت عنكم بكون مقصر، لكن بإذن الله إذا الله كاتب عمر إن شاء الله تكونون موجودين عندنا يوم من الأيام من خلال برامج إمارات فم. بعد نعرف أنتم شو قدمتوا من خلال الأعمال اللي أنتم تديرونها مع منصور أو في أي شيء لخدمة هذا الوطن. مشكور. احنا يعني سواء انا ولا حد من المواطنين اللي يعني يحبون الانتاج ويحبون الاخراج، احنا يعني تركنا وظائف، تركنا اشياء عشان يعني نتم في هذا المجال. يعني هذا شيء نحن نحبه، مش يعني مش شيء نسويه بس عشان اسم، ولا عشان يعني مثل ما قلت مثلا يعني ان اسماءنا ما تطلع وايد والناس ما تعرفنا وايد. نحن نسويه حبا فيه، مش عشان اسم، مش عشان شهرة، مش عشان شيء، يعني عشان شيء يعني حتى يعني تشوف الطاقة يعني في العمل، تشوف الناس مستانسة، لأن أصلا هذا شيء نحبه. يعني أنت عفرة الله يسلمك، هذه هواية مش شغلتك الرسمية الحين؟ لا، هاي شغلتي الرسمية. شغلتي الرسمية ما شاء الله. تركت ترى تقولين تركت شغلي علشان هذه الهواية. نعم، تركت الوظيفة على أساس فقط المجال هذا. فعلا مبدعة مش أقول لك يعني بصراحة، احنا اشتغلنا مع ناس كثار يعني، بس صراحة عفرة والفريق اللي كان موجود وخاصة المواطنين منهم أقول لك بكل صراحة يعني ما عندهم مشكلة. يعني كنا نجتمع قبلها بشهر، ساعات طويلة يعني توصل 16-18 ساعة في اليوم، ما عندهم أي مشكلة جدا، بالعكس كانوا مستمتعين بالشغل ومبدعين يعني فوق الطبيعي، يعني شيء فوق الخيال. الإنسان يعني يحط في باله ست معينة أو فكرة معينة مثلا. عفرة والطاقم اللي كان موجود بصراحة أبدعوا بطريقة ما تتخيلها بصراحة. يا مبدع. شو تقولين حق منصور في آخر المكالمة؟ الله يسلمك يا عفرة. يعني منصور مشكور أن يعني اخترتنا وحطيت ثقتك فينا، لأن في وايد مخرجين بعدهم ما يثقون في المواطنين، ما يثقون ان المواطنة تقدر تشتغل يعني من الفجر لين في الليل، ما يثقون في هالشيء بعدهم. لا يثقون فيه. انا معاك، لكن نحن بنغير هذه النظرة ان شاء الله. بالعكس، في مواطنين مبدعين، وفي مواطنين متميزين، وفي مواطنين يمكن يقدمون عمل افضل عن اي اسم ثاني حتى. انا معاك، وانا اسمحي لي بكون عنصري في هذا الموضوع. نعم، لان نحن الله يسلمك يوم نقدم عمل زين نقدمه بتميز بحبنا لهذا البلد. زين، وانتم حصلتوا فرصة من خلال طبعا الاخ منصور، وان شاء الله بعد بتحصلون فرص ثانية، وخدمة الوطن الله يسلمك واجب علينا في النهاية ان نحن عيال هذا الوطن. طبعا الاخت عفرة ويانا دائما الحمد لله، وان شاء الله دائما اخوي حارب نحن نتكلم في الصراحة يعني. نعم. كمنتج التعب اللي صار هذا كله، وكمنتج الحمد لله يقيسونه بأي منتجات ثانية موجودة. فعلا العنصر الإماراتي المواطن طلع أفضل منتج من خلال السنوات الطويلة هذه كلها في الأفلام التوعوية، حتى عالميا الواحد ما بيبالغ يعني. نعم. فمشكورين على مجهودهم الحقيقة، خاصة الإخوان اللي كانوا موجودين معنا. كل الشكر والتقدير لك يا عفرة، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وبإذن الله إن شاء الله بعد نحصل فرصة ونستضيفكم عندنا إن شاء الله من خلال هذه البرزة إذا الله وفق خلال الأيام اللي إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورة يا عفرة، بيض الله وجهك. والله يوفقكم. مع السلامة. آمين إن شاء الله. يعني ما شاء الله عليك منصور، يعني الفريق اللي وياك فعلا فريق يستحق الثناء والتقدير. أنت جيت وقدمت فريق إبداع، وهذا الشيء يمكن أنت تشكر عليه، لأنك أنت لك نظرة مش خلال الأيام هذه، لك نظرة خلال الفترة الطويلة اللي إن شاء الله بتقدم فيها شيء مميز. والله يا طويل العمر أنا ما أحب أخذ رصيد الموضوع هذا. الحمد لله الدولة بصراحة يعني سعت في تعليم الشباب، والطاقات البشرية اللي موجودة هنا الحمد لله أفضل على مستوى. وفعلا نحن كنا محظوظين فيهم أخوي حارب. نعم. الجماعة فعلا كلهم مبدعين. يعني تعرف الحمد لله نحن كدولة الإمارات
الطاقات الإماراتية اللي موجودة هنا يتعلمون ويبدون من وين انتهى له العالم من ناحية طبعا التطور يعني. يجتهدون في علم معين يوصلون إلى نقطة مثلا نهاية الدرب، ونحن هني نتعلم هذا الشيء ويكملون الشباب. الطاقة اللي موجودة هني هم فعلا الرصيد لهم، وهم فعلا بصراحة ما قصروا، مبدعين ومحترفين على مستوى يعني. الحمد لله. طبعا شوف نحن ما خلصنا سؤالنا ويعقوب وايد اتصالات عنده وعنده فاصل. يعقوب آخر فاصل، الله يخليك أجل فاصلك لين نخلص الوقت، لأن عندنا أكثر عن اتصال وعندنا أكثر عن محور ما تكلمنا فيه يا منصور. المحور الجاي طبعا بنكمل الأفلام الإماراتية طبعا من خلال الجمهور وش معنى هذه الأفلام، وبعدين عندنا بعد شو معنى أفلام رمضان زين تكون غير وفي محور بعد من خلال هذا الموضوع. هل أنت راضي عن اللي يتقدم الحين في رمضان من خلال وجهة نظرك أخوي منصور؟ هذا كله بنعرف إن شاء الله عقب الفاصل يا راعي الفواصل. رمضان نورنا. وصلت الخبر خالد يارنا فاز ب500,000 درهم من أديب. لا أبوي مو بخالد، هذاك عبد الله اللي حصل نص مليون. اسمعوا خالد وعبد الله اثنينهم فازوا، وازيدكم من شعر بيت عمر وعادل وسلطان بعد وعازم الفريج كله على الافطار بيحتفل بالفوز. لا تقول باكر بفتح حساب غنى وانا وياك. افتح حساب غنى اليوم وقد تربح غدا. وفر مع حساب غنى من أديب مصرف أبو ظبي الإسلامي لفرصة الفوز ب500,000 درهم كل يوم في شهر رمضان عدا الجمعة والسبت، ومع 10 ملايين درهم بانتظار الفائزين. التوفير ربح وفير. للمعلومات 800-2882 أو أديب-رمضان.com. تطبق الشروط. أديب رمضان كريم. استمتعوا بأقوى العروض لدى مركز القبائل للتخفيضات. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تسوق ب100 درهم في الطابق العلوي واحصل على قسيمة مشتريات بقيمة 20 درهما لتتسوق بها في نفس الطابق. مركز القبائل أكبر تشكيلة من الأدوات المنزلية والكهربائية والتحف والهدايا والإلكترونيات، تشكيلة واسعة من الألبسة والأحذية والحقائب. كل هذا تجدونه تحت سقف واحد. تسوق ممتع على مدى 24 ساعة. مركز القبائل دبي، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 0426966255. على هونك يا ابو حمد، يكفيك اكل، وزنك زايد وصحتك تعبانه. ما اقدر اقاوم الاكل، حاولت بكل طرق الرجيم وما نزل وزني. ابى اخذك للعياده الجراحيه لعلاج البدانه في المركز الامريكي الجراحي ونستشير الدكتور الجراح باتريك نوين. زوج عمتي سوى العمليه ونزل وزنه. الحين في شهر رمضان الاستشاره مجانيه وعندهم خصومات خاصه على سعر العمليه، والتامين الصحي ممكن يغطي تكاليف العمليه حسب شروط معينه. شو قلت؟ المركز الامريكي الجراحي لجراحه علاج البدانه والجراحه التجميليه أبو ظبي 02-443-0909. عيشوا أجمل المغامرات في تايلاند مع الاتحاد للطيران ابتداء من 1899 درهما فقط. اكتشفوا بانكوك مع عروض إقامة مذهلة لمدة 3 أيام شاملة تذاكر السفر، أو استمتعوا بالجمال في بوكيت ابتداء من 2999 درهما. احجزوا عطلتكم كاملة عبر اتحاد.com لغاية 31 من يوليو للسفر قبل 30 من ديسمبر، أو اتصلوا على 800-2324 أو زوروا وكيل سفركم المعتمد. تطبق الشروط. احتفل بعيد الفطر مع موسم صيف أبو ظبي الذي يقدم لكم حفل عندليب الإمارات الفنان حبيب الياسي في مسرح بلدية العين يوم السبت 18 من يوليو، وفي قاع الدوب بجزيرة ياس يوم الأحد 19 من يوليو. تباع التذاكر من خلال الموقع ticketmaster.ae وكافة متاجر فيرجن ميجا ستورز، أو اتصل على 800-86-823 من تقديم هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ومن تنظيم فلاش للترفيه. تواصل أكثر مع أحبائك طوال اليوم مع عرض رمضان. استمتع بتعرفة خاصة 0.3 فلس في الثانية بدلاً من 0.6 فلس في الثانية للمكالمات المحلية من أي خط هاتف متحرك. لعملاء الدفع المسبق اضغط *135*18 للتفعيل مجاناً. لعملاء الدفع الآجل سيتم تفعيل العرض تلقائياً. مبارك عليكم الشهر. دو وتحيا بها الحياة. ليالي رمضان تجمعنا، سوالف وعلوم فيها طاري الأول وذكرياته،
ومن الخاطر نقدم لكم معلومة خطار بيونا وحد بنزورة في برزة رمضانية. حياكم الله ويانا في إمارات فن. برنامج برزة رمضانية برعاية دلما مول. اكتشف 100 يوم من الروائع في مول أبو ظبي المفضل. مع وكالة عمير للسفريات، احجز على مدار الساعة وسافر إلى أي مكان. اتصل على 800 200 200. حياكم الله ويانا مستمعينا الكرام في برزة رمضانية، وضيفنا اليوم المخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وعندنا ما شاء الله نجمة إعلامية كبيرة تشاركنا اليوم من خلال هذه البرزة، وما شاء الله يعني كانت ضحية الجرائم الإلكترونية النجمة أسيل عمران. سلام عليك. عليكم السلام، مرحبا. أول شيء مبارك عليكم ما تبقى من شهر رمضان، ولو إن احنا دخلنا بالأواخر خلاص. عليك وعلينا إن شاء الله. تسلم. وشلونك أستاذ منصور وكيفك أستاذ حارب؟ عساكم بخير. الله يسلمك، الحمد لله بخير وصحة وعافية. وخبريني عن تجربتك مع منصور اليبهوني الظاهري من خلال الجرائم الإلكترونية، وانت ما شاء الله عليك يعني انجرمتي من خلال هذا الفيلم. أعوذ بالله، الله إن شاء الله ما يحط أحد تحت. آمين إن شاء الله. تحت أكيد الجرائم الإلكترونية، لكن إلى جانب أن طبعا التجربة كانت جدا رائعة بحكم أن أول مرة يسلط الضوء على هذه الجرائم من خلال أفلام قصيرة، إلى جانب أن بعيدا عن يعني الموضوع بحد ذاته وتصوير الأفلام، المجهود المبذول بتصوير الفيلم، الأجهزة اللي كانت مستخدمة. يمكن أنا أتكلم شوي من جهة بروفيشنال أكثر. أنا كنت مستمتعة لأني قاعدة أشوف في جهد مبذول، ما كان الشغل يعني زي ما يقولوا إنه مجرد موضوع سريع خلينا نصور إعلان. كان في طاقم كبير، كان في مجهود كبير، وأتوقع هذا الشيء كان واضح بالنتيجة اللي طلعت على الشاشة. نعم. خبرنا كيف كان هذا الفيلم مع أسيل، وبعدين خبرني عن النقل اللي سوته، وخاصة أنك أنت حطيته إعلامية في مكان الله يكون في العون، يعني ضحية. لا الحقيقة هو أهم شيء صار منصور لا تجيب طاري 15 طاري سيارة الإسعاف فنانتنا. الحقيقة الفنانة أسيل أول شيء نحن فعلا كان طاقم العمل الموجود فوق 60 ما شاء الله. نعم. الكل أجمع، والكل أشاد بصراحة بالاحترافية العالية. نحن طبعا كمخرجين لازم نهتم وشي بالفنان، وهي حقيقة يعني. الكل أشاد بفنانة أسيل كيف كانت محترفة جدا لأبعد الحدود، بعدين فاهمة بطريقة مش طبيعية بصراحة، لدرجة أن عادي تقعد مكان المخرج وتكمل بصراحة. يا أخي تتكلم عن إعلامية أسيل مو بهينة، نحن نتابعها. صدمنا بصراحة. طبعا الكل أبدع بصراحة، الحمد لله ما حد قصر فيها. نعم. أسيل كان دورها طبعا كان فعلا هو تسليط الضوء على تابوه معين، يعني على شيء الناس ما تتكلم فيه، اللي نعم. الجرائم الإلكترونية اليوم اللي تصير، وسوء استخدام التواصل الاجتماعي قد يؤدي، خاصة نحن ما نتكلم فقط عن الإمارات، هذا طبعا عندنا حتى في الخليج والدول العربية. صحيح. ممكن تطيح ضحية لمجرم موجود في العالم السايبر هذا. نعم. أسيل أبدعت ووصلت الرسالة بطريقة غير طبيعية الحقيقة. نعم. أسيل أنا سمعت من يعقوب الروسي يقول ما شاء الله عندك بروفات، نحن بنكشف شوي الموضوع، خبرينا. إلا إذا ما تبين تتكلمين شيء راجع لك. بالعكس أنا حاليا جالسة أشتغل على بروفات إن شاء الله لعيد الفطر. مسرح عيد الفطر راح يكون عندنا، يعني نقدر نقول ما هي مسرحية طفل 100%، خلينا نقول مسرحية احنا نسميها من عمر يعني 12 سنة 13 سنة وطالع، شوي فيها فكرة جميلة. الحلو بالمسرح الحين صارت الأفكار الكبير والصغير يستمتع فيها، فاحنا مبلشين من اول يوم رمضان لليوم، يعني ما شاء الله عليك. ان شاء الله الين اخر يوم. وين بتكون المسرحيه الله يسلمك؟ ان شاء الله راح تكون بالكويت، وفي احتمال ان شاء الله ان احنا نسحبها، يعني انا اتمنى جدا في محاوله ان احنا نسحبها للامارات باذن الله. تسمحين لنا نحضرها انا ومنصور ويعقوب الروسي؟ والله تنورونا يا ليت. الله يسلمك. انا انسانه يمكن لاني عايشه بالامارات، فاول ما يقولوا لي في جمهور اماراتي تلاقيني اطلع بطاقه اضافيه على المسرح. يلا حاضرين انا منصور ويعقوب بنكون موجودين ان شاء الله. ابشري فات طيب ان شاء الله. تشرفونا. ابشري يا سيدي ان شاء الله، ابشري ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نلتقي وياك في اقرب فرصه ان شاء الله في امارات فام. وانت مهما يعني تكلمنا عنك ودورك الاعلامي بعد مقصرين في حقك، سامحينا، يعطيك العافيه على الوقت اللي اعطيتينا اياه، وموفقه ان شاء الله.
ان شاء الله. انا حابه بدوري كمان اكيد اشكر الاستاذ منصور، اشكر كل اللي اشتغلوا على الفيلم، وكل اللي دعمنا ولو بكلمه حلوه، وكل ردود الافعال اللي جتنا، وشكرا لان عديتوني بنتكم واحده منكم. انت منا وفينا، مو بعديناك، انت منا وفينا. الله يسلمك. تسلم كلك. مشكوره يا شيخه الاعلام، مشكوره. كانت ويانا طبعا الاعلاميه اسيل عمران، ما شاء الله عليها، من الكويت، ويعطيك الصحه والعافيه. بعدنا نكمل. منصور ما شاء الله ضاع الكلام من خلال الصلاة. بعد طبعا فيه رسالة أستاذ منصور يبهوني، مبروك عليك الشهر الكريم، وعلى كل من تواجد بالاستديو. أستاذ منصور، الإمارات تتبوأ المركز الأول في المساعدات الدولية والاستجابة السريعة لنداءات الكوارث والإغاثة، ما هو موجود على أرض الواقع في الأردن وفلسطين ولبنان. خير دليل على أن أرى من وجهة نظري أن المؤسسات الأمم المتحدة لم تعطي دولة الإمارات حقها في الأفلام الوثائقية في مجال العمل الإنساني. ألم يخطر على بالك إنتاج فيلم يجسد الموضوع دوليا؟ عاشق الوطن. طارش لك هاي الرسالة. عاشق الوطن، مشكور وشاعر الرسالة هذه. وفعلا الموضوع هذا فعلا اتصل بي الأخ علي الكعبي من الهلال الأحمر، وفعلا فيه إن شاء الله فكرة، والسنة أصلا طالع تقريبا برنامج تلفزيوني في قناة أبو ظبي. نعم. مشكورين عليه بصراحة، يسلط الضوء على المساعدات اللي موجودة العالمية. نعم. ولكن عاشق الوطن أتصور الفكرة اللي هو طبعا أتصور الكل مجمع عليها، أن نحن لازم نطلع مآثر دولة الإمارات على المجتمعات اللي تم مساعدتها، ونبدأ من المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه ومشاريعه خارج البلد إن شاء الله. نعم. كل ما يعرض في رمضان حاليا منصور من نظرة وجهة نظر منصور ظاهري، خبرني عنه. الحقيقة أنا بكلم في 10 أعمال إماراتية درامية طالعة في القنوات المحلية. ما أتصور أن رأيي راح يختلف عن كثير من المشاهدين، خاصة الإماراتيين. وأتصور حتى يمكن نحن ما بنلوم الغريب اللي يعني ما راح يعرف شو الموضوع هذا، راح يفتكر نحن نتكلم بهالطريقة وهذه لهجتنا. لا طبعا أتصور الكل مجمع النقطة هذه، أنه لابد من مراعاة اللهجة الإماراتية اللي معروفة واللي متداولة، واللي نحن بصراحة هذا موروثنا يعني. صحيح. نحن أخواننا هذه اللي ربعنا ونعرفهم، وناس إعلاميين متألقين، ولكن يمكن استعيلوا شوية في موضوع اللهجة هذه. صحيح. اللي هي أثرت على الأعمال، مع أن الأعمال على مستوى عالي يعني. في بعد برامج كرتونية بصراحة ساءت لنا بصراحة، لا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد بصراحة. كان لابد أن مهما كان العمل سواء كوميدي أو دراما أو شو ما يكون يعني، الإنسان يراعي جمهوره. صحيح. أنت جمهورك طبعا إماراتي في النهاية. وطبعا الدول الإقليم اللي موجودة حوالينا، فأنت تغرد خارج السرب من ناحية اللهجة، تغرد خارج السرب من ناحية الحركات والهزل. هذا اللي كان موجود بصراحة يعني أثرت على جودة الأعمال هذه. هاي طبعا وجهة نظرك منصور، وأكثر ناس ما شاء الله تكلمت عن هذا الموضوع. لكن أنت تشوف إيش معنى في رمضان دائما يتجهون اتجاه آخر؟ يعني قبل أيام الطيبين ما كانت هذه الأفلام موجودة، يعني إيش حفان، مسلسلات محلية لها مغزى، لها رسالة توصل. حتى الأفلام الكويتية يعني دائما الشر في البداية له الغلبة تكون، لكن في النهاية الخير يغلب. زين هذا اللي شفناه نحن، يعني نجوم الإعلام الكويتي، نجوم الإمارات ما قصروا. الحين صار بزنس، طلعت مشاكل، طلعت سلبيات، مهما تكلمنا عنها في النهاية يقول لك ايه هذا دولة الإمارات وهذا الخليج. يعني اللي ما يعرفك ما يقدرك ترى منصور. بالضبط أخوي حارب، أنت بصراحة بتمربط الفرس. كان يمكن الأعمال السابقة كانت يعني تواصل بين المنتجين والناس القائمين على الأعمال هذه مع المجتمع نفسه. كانوا من المجتمع وعملوا وانجزوا أعمال للمجتمع نفسه. نعم. اللي صاير الحين تجاري الحقيقة. يعني أنا متأكد أن يعني للأسف يعني لو بنعتب حتى على القنوات المحلية اللي بثت هذه الأعمال، نعم، مش موجود عندهم حتى لجنة للمحتوى المحلي. يعني شو المشكلة أن تشكل لجنة من ناس معروفين ومواطنين معروفين وكذا، الشباب هذيلا يتناولون يسوون نفس في مثلا برا في الغرب وكذا، في عندهم اللي هو البوك كلاب، نادي الكتاب يعني. نعم. هذا مش نادي كتاب، هذا نادي السيناريو. يقعدون مع بعض، أنا أقرأ شابتر وأنت تقرأ يعني جزء منه وفصل من العمل هذا، وفلان فصل من العمل، وهم قاعدين مجتمعين يعني يوميا. هذه شغلتهم.
والله زين يا أخي، هاي فكرة حلوة منك تطلع كونك أنت تنظر لهذا الشيء. بالعكس هذا مصلحة بلد في النهاية. طبعا مصلحة بلد، وهذا لازم يطلعون الإعلام مرآة المجتمع. صحيح. إذا مرآتنا نحن مشروخة لازم نحن نبدأ نشوف حل ثاني، إما تبديلها أو أن نشوف لنا طرق ثانية نبدأ نراعي فيها المشاهد. الحين وعي المشاهد مش هو نفسه الأولية. نعم. صار عزوف على القنوات اللي تبث هذه الأعمال. أنا ما أذكر لك قناة بحد ذاتها يعني، ولكن بشكل عام قاموا الناس صار الحين نفس الفراغ ثاني موجود الحين في التلفزيون في الشاشات. بدأت قنوات أجنبية تطلع وكذا، في النهاية راح يأثر علينا سلبا يعني. صحيح. لازم يكون في شوية اهتمام في الموضوع هذا ومراعاته، وخاصة يعني مراعاة الموضوع الشأن المحلي يعني. نعم. شوف منصور، يعني إذا أنت بتتكلم عن هذا الموضوع من خلال المهرجانات اللي تقدم، حتى في أفلام قاعدة تقدم في المهرجانات زين ما تمثله لدولة الإمارات. في النهاية اللي يقدمون المهرجانات اللي يقدمون هذه الأفلام شباب أنت تعرفهم ونحن نعرفهم، لكن يمكن نظرتك شوية ما تكون في مكانها الصحيح من خلال ما يقدم هذا الشخص أو الرسالة اللي بيوصلها زين من خلال ما قدمه من مادة. لكن تعال يدفع مبلغ وقدره على أمور يمكن يوم يكبر شوية يتندم أن قدم هذا العمل. بالضبط. أنا شوف أنا بأخذها من طريقة إيجابية يعني. أنا أنصح المخرجين المعروفين عندنا يعني في البلد أن أول شيء يتذكر هو يعني هم بش أقول لك يعني نحن يقول لك مثلا في واحد متأمرك يعني يحاول يصير أمريكي. نعم. في واحد يعني يحاول يصير مثلا بريطاني. نعم. أنت يا أخوي إماراتي تأمرت، ارجع لموروثك يعني واعرف وصدقني راح أنت جمهورك أنت غير معروف في أمريكا وغير معروف في بريطانيا وغير معروف في الدول الغربية هذه. صحيح. أنت جمهورك موجود هنا في الدار. نعم. إذن عليك أنك يعني تحاول أن ترتقي إلى الذوق الإماراتي اللي موجود هنا أو الشأن حتى يعني الناس كلها نفس ما قلنا قبل، الناس كلهم معجبين بالإمارات والحمد لله اللي موجود عندنا هنا والتناغم هذا اللي موجود في الكل يعني. ابدأ تناول مواضيعك بطريقة صحيحة، لا تقول أنا عندي فيلم إماراتي وأنا حاط مثلا جميع النجوم اللي موجودين من جنسيات مختلفة وين الإماراتي فيه. صحيح. والقصة نفسها أصلا على طول أنت أول ما تبدأ فيلمك تطلع حتى من الإمارات يعني. صحيح. فمسيئة لنا يعني بصراحة يعني. نحن ننصحهم أنهم يبدون يعيدون النظر لهم هم. نعم. مصلحتهم هم للاستمرارية في الأعمال هذه. نعم. منصور الله يسلمك من خلال مرحلتك الجاية شو الجديد اللي بيكون عندك إن شاء الله في الإخراج وتقديم الأفلام. الله يسلمك ما شاء الله أنت يعني قدمت أفلام توعية لإدارة الغضاء، العنوس، الجرائم الإلكترونية، التحرش الجنسي بالأطفال، التسول، إهمال الزوجة. هذه مضت، لكن جديد شو بيكون عندك؟ إن شاء الله بإذن الله. في الحين حاليا في موضوع يعني للأسف يعني ظهر أن نوع من التحدي في الدول الأوروبية يعني ناقشوا مواضيع اللي هي قضايا العمال اللي موجودين هنا بطريقة مجحفة بصراحة وغير صحيحة يعني. نعم. ونفس ما قلنا أهل روما أدرى بشعابها. إن شاء الله راح نطلع لهم إن شاء الله واقع الحال وراح نروح لهم إن شاء الله لعقر دارهم إن شاء الله، وراح نطلع بعمل إن شاء الله على تقريبا إن شاء الله على آخر السنة هذه إن شاء الله بيكون جاهز وبنعرضه إن شاء الله. زين. والشيء الثاني طال عمرك عندنا عمل إماراتي نفس الشيء. لازم نذكر الناس تعرفهم هم طالعين من وين ويعرفون الحقائق اللي كانت موجودة بطريقة شوي احترافية أكثر فيها شرح أكثر لطبقة ثانية شريحة ثانية من المشاهدين إن شاء الله. زين. منصور أنت الزميل عمل. نعم. زين. كيف تقدر توفق ما شاء الله بين شغلك وبين هذه الشغلة اللي يمكن تأخذ الوقت أكثر حتى عنك؟ نعم. والله يا طويل العمر شو نقول لك، الحمد لله أول شيء فيه لوائح وقوانين الحمد لله تدعم الناس اللي هم مجتهدين سواء في الرياضة أو في الأدب أو في الفنون الجميلة. فالإنسان دائما يلجأ إلى قنوات الصحيحة، ما يغامر مغامرات غير محسوبة يعني. نحن نلجأ دائما لوزارة الثقافة والشباب الراعي الأول والأخير للأعمال الفنية اللي موجودة هنا. لما يكون عندنا عمل واضح ونرسل لهم إياه وهم فيه قوانين تساعدك على أساس أنك تحصل وقت أنك تشتغل وتجتهد وتخلص شغلك يعني. نعم. طبعا بالإضافة أخوي حارب أنك تعرف أنت زميل عمل يعني.
بصراحة اللي موجودين معنا في العمل، وتصور هذا شيء عام الحمد لله في جميع الدوائر، دائما يدعمون أي شيء يمثل البلد. أكيد. وما قصروا بصراحة، هم مظلتنا يعني. أكيد. عندنا اتصال من الأخ صلاح جنيبي مدير قطاع الاتصال الحكومي. السلام عليك أخوي صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والجمهور المستمعين، وخواتيم مباركة إن شاء الله عليك وعلينا إن شاء الله يا طويل العمر. وعمرك طويل. طال عمرك. تفضل يا طويل العمر. اليابوني موجود وتحت أمرك. الله يسلمك. الله يسلمك إن شاء الله. يعني حقيقة يعني الشكر موصول لجميع يعني الأخ منصور على وجه الخصوص ممثلا بشركة كلمة، اللي حقيقة يعني أتحفتنا بالتعاون مع دائرة القضاء يعني في إخراج هذه الحصيلة الإبداعية للتواصل مع المجتمع. نعم. كان الهدف في هذه السنة طال عمرك بتوجيهات يعني القيادة الرشيدة عندنا سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد. نعم. رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الله يحفظه إن شاء الله، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، يعني وجه كثير حقيقة بتغيير نمط التواصل مع المجتمع في نعم. بخصوص الأفلام التوعوية. نعم. لو نلاحظ في الأعوام السابقة الحقيقة حصيلة فيلم بر الوالدين الذي حاز على الجائزة الذهبية في مهرجان مصر للسينما. نعم. الأفلام القصيرة وكذلك الأغنية التوعوية بخصوص القروض اللي ذكرها سيدي سمو الشيخ منصور كذلك. نعم. حازت الجائزة كذلك نفس الشيء بالنسبة للكليبات التوعوية. وأنا أتوقع حصيلة عمل هذه السنة ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وعلى المجتمع وعلى الصحف كذلك، يعني كان حقيقة ما أدري أنت من وجهة نظرك أنت كإعلامي كذلك يعني أكثر منا في هذا الجانب. نعم. والأخ منصور. نعم. فكرة جريئة، نصوص جريئة. صحيح. أعتقد أن بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد يعني أصابت الهدف من هذا الشيء. نعم. وهذا يعطينا حافز كذلك إن شاء الله للسنوات المقبلة كي يعني نطمح إلى الأفضل وما هو أرقى كذلك من العمل الراقي اللي هو مطروح حاليا في الساحة. نعم. إن شاء الله نحن تكلمنا عن هذا الموضوع، وبنتكلم الحين إن شاء الله عن بعض اللي أنت تكلمت عنه إن شاء الله. وإذا في أي شيء تضيف عليه قبل ما نختم وياك الله يسلمك، لأن عندنا اتصال ثاني بعد أخوي صلاح. الله يطول عمرك. أنا حبيت أشكركم يعني الجميع حقيقة وجمهور المستمعين إن شاء الله، وأي كذلك ملاحظات يعني من هذا الجانب أبشر. نتقبلها بصدر رحب. شكر لكم. مشكور يا أخوي صلاح. كل الشكر والتقدير. شكرا يا دكتور. نعم. دكتور صلاح جنيبي مدير قطاع الاتصال الحكومي. شو تقول مخرجنا؟ والله يعني بخصوص دائرة القضاء طبعا نفس ما الإخوان كلهم نوهوا والفنانين جميعهم بصراحة شيء نشكر الشيخ منصور الله يحفظه على رئيس دائرة القضاء. والحقيقة يعني إدارة الاتصال الحكومي والإدارة الإعلام عندهم فعلا أخوي حارب كانوا مميزين في كل شيء، ملمين بكل التفاصيل، وصلوا إلى العدسات يعني اللي نستخدمها، وكانت متابعة حثيثة منهم صراحة على المحتوى وعلى الأفكار وعلى متابعتنا أثناء التصوير نفسه. نعم. شهادتي فيهم مجروحة. الجماعة كلهم إعلاميين قديرين. دكتور صلاح يعني رجل معروف، الإخوان اللي موجودين عندهم كلهم فعلا يعني طاقم محظوظين بصراحة دائرة القضاء فيهم. نعم. والله يوفق لهم خير وين ما كانوا إن شاء الله. نعم. بعدنا متواصلين وياكم مستمعين الكرام من خلال برزة رمضانية، وضيفنا اليوم منصور اليابوني الظاهري. عندنا تقريبا آخر 13 دقيقة. منصور، الأفلام الإماراتية والجمهور دائما يعني يسعى لحضور أي شيء باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. حلو. نحن من خلال المهرجانات اللي تستوي عندنا في الدولة، هذا الفيلم يمر على أكثر عن جهة قبل ما يوصل هذا المكان أو للعرض. خبرني الدور اللي تاخذه هذه جهات الاختصاص والمونتاج اللي يمر عليه الفيلم قبل ما يوصل إلى المرحلة الأخيرة للعرض. الحمد لله. نحن عندنا أول شيء نحن خاصة نحن كإماراتيين عندنا الرقابة الذاتية أول شيء موجودة. ثاني شيء طال عمرك آفاق الأعمال الفنية هذه وحريتها وطرحها على القنوات الواضحة من ناحية النصوص ومتابعتها موجودة الحمد لله. نعم.
الملاحظة الحقيقة بصراحة أن موضوع المهرجانات واللجان اللي موجودة اللي تمر فيها الأعمال، أنا شخصيا يعني قبل أن أبدأ أي عمل نتوجه للقنوات الصحيحة ونتواصل وياهم، نعطيهم الفكرة، بعدين نبدأ في النصوص نفسها وكذا. نعم. وما نلقى منهم إلا كل دعم يا أستاذ حارب الحمد لله يعني. وأنتم إن شاء الله حين المجلس الوطني للإعلام يعني بقيادة الدكتور سلطان بصراحة والأخ منصور بعد موجود وياهم، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. نعم. في سن القوانين والتشريعات اللي هي تناسب، وأنا أفضل أن يكون هذا الشيء يعني بالتعاون مع القنوات المحلية يعني. في النهاية الشاشة هي تدخل كل بيت، فيها لابد أن يكون فيها يعني، حتى لو تصير الدول الغربية وكذا يجبرونهم على الريتنج. نعم. أنت تحطها لأي سن معين يعني. نحن لابد أن حتى وقت عرض هذه المسلسلات خاصة يعني شفنا بعض المسلسلات الخليجية بصراحة كانت فيها نوع من بصراحة الجرأة اللي انطرحت فيها الأعمال هذه بطريقة يعني كانت فيه جرأة وفيه يعتبر يعني تعدي. زين منصور بنقطع وياك هني شوية لأن في مكالمة عندنا وبنكمل وياك الموضوع إن شاء الله. الأخت عايش القصاب، سلام عليك. هلا والله. يا مرحبا بك، حياك الله. مرحبا مليون. كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. يمدحت ما شاء الله منصور. المواطنين كلهم الله يطول. تفضل يا اختي عاشة. والله بالعكس يعني انا لي الفخر اني يعني اشتغلت في شركة الكريمة، وكل فخر ان اشتغلت مع منصور في هالاعمال الاخيرة اللي سوينا هالافلام التوعوية. نعم. ويعني هو ما شاء الله يعني يوم اختارني أن أكون مساعد مخرج معه، بالعكس هاي أحس إني أنا كنت أتمنى أن أكون على قد المسؤولية وإني بيض الوجه، والحمد لله الأفلام على خير. نعم. عاشو، شو أقرب فيلم من هذه الأفلام التوعوية اللي حسيتي بها يعني وصل طريقة سلسة؟ ما شاء الله الأفلام الخمسة ما عليهم كلام، كلهم نفس الشيء. بس بالنسبة لي أنا صراحة أكثر لأن أنا كنت معاه اللي هو فيلم التحرش الجنسي، صراحة وايد يعني حسيت أنه هو كان بعد أول فيلم بدينا فيه. حلو. فأحس أنه هو أول فيلم اللي كان كله تعرفنا على بعض، خاصة بالنسبة لي لأن ما شاء الله عليهم كل واحد فيهم عنده خبرة مال 20 سنة ومال 45 سنة ما شاء الله. أنا بالنسبة لهم يعني كان يعني تحدي كبير بالنسبة لي أثبت وجودي من بين هاي كلهم. ما شاء الله عليك. شو تقول منصور حق الأخت عائشة قبل ما ناخذ مكالمة ثانية؟ عائشة موهبة إماراتية مبدعة بصراحة. أنا كنت محظوظ التقيت فيها في جامعة نيويورك، كانت موجودة هناك وكانت خريجة وجامعية أكاديمية وتعرف بالضبط ما شاء الله عليها يعني محترفة إلى أبعد الحدود بصراحة، ونحن محظوظين فيها بصراحة أنها يعني معنا في الفريق إن شاء الله. زين عايشة، أنا بعد بس مخرج الحين زين وباخذش من عند منصور، شو رأيك؟ صراحة لما منصور بعد يعني اللي فضل عليه رعى فيلم التخرج بالنسبة لي يعني عرفت. نعم. غير انه ساعدني في فيلم التخرج وساعد طلاب ثانيين، فأنا لازم أثبت وأتم عنده وساعده عرفت. الله يعطيك الصحة. لا بالعكس يا عاشة، منها لأعلى إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، وشاكرين لك أختي عاشة تواجدت ويانا، وإذا الله كاتب لنا عمر إن شاء الله أنتم عيال البلاد وبنات البلاد لازم نحن نوصل لكم، ولازم نحن نقدمكم بالطريقة المناسبة من خلال هذا المكان، علشان الناس بعد أنتم معروفين لكن بعد عشان الناس تعرفكم أكثر. الله يسلمك. إن شاء الله آمين. شكرا لك أختي عاشة. يا هلا ورحمة. مع السلامة. يا مرحبا. منصور، في مجاملة في خروج الأفلام إلى منصة العرض أحيانا؟ ما أتصور أستاذي. الإنسان دائما في موضوع مثلا اللي هي المهرجانات أتصور في لجان موجودة، وعادة اللجان هذه ناس أجانب ما يعرفون يعني منو فلان أو منو فلان أو منو كذا. هي بس بعد في مشكلة عندك يعني دائما عادات وتقاليد، الأشياء السلبية اللي تطلع ما يعرفونها. هذه المربع هذا يمر بطريقة يمكن عندهم هذا الشيء موجود لكن عندنا نحن مو موجود. هذا طال عمرك أنت يعني تناولته حتى لو حاولت أنا أشرح لك الموضوع هذا بيكون صعب علي، لأني أنا بيقولون الرجال مثلا يجامل أو كذا. الحقيقة هي نفس ما قلت، لما تعتمد أنت على ناس أجانب نظرتهم لمجتمعاتهم ولحياتهم ولكذا مختلفة،
صحيح كلامك حلو، لكن نجمة إعلامية دخلت ويانا ووقفتني وتحمست وايد تحمست، لكن الحين الحماس بيبرد من خلال وجود طبعا إعلامية كبيرة ونجمة من نجوم الإعلام الأخت ميسة مغربي. السلام عليك. عليكم السلام والرحمة. شكرا المقدمة، أنا ما أستاهلها، أنا محاورة على قد أنت اللي برك. الله يسلمك. عاجل حضوركم. الله يعطيك الصحة والعافية. خير وحيا الله الإمارات كلهم، والله يبارك لكم في الفقة من الشهر يا رب. آمين. إيش حالك يا ميسة؟ الله يخليك ويسلمك بخير. الله يخليك. الله يعطيك الصحة والعافية. وطبعا عندنا شخص عزيز وغالي عليك. ألو. تفضل. مرحبتين يا فنانتنا. هلا أستاذ منصور. الله يسلمك. الله يسلمك. نحن اليوم طبعا هني مع الأستاذ حارب السويدي، وصار نقاش موضوع الأفلام التوعوية اللي كنا بصراحة نحن سعداء وتشرفنا بمشاركتك فيها، خاصة موضوع إهمال مشاعر الزوجة. بدأتي فيه يقولون ميسة في هذا الفيلم هذا. تفضل. بدأتي ما شاء الله عليك. الله يخليك ويسلمك. أول شيء أنا أقول لكم شكرا أنكم أعطيتوني فرصة أن أنا أكون جزء من هذا التظاهر اللي أعتقد أنها تظاهرة اجتماعية، أعتقد أنها مسؤولية اجتماعية لكل فنان اتجاه المجتمع اللي هو ساكن فيه أو عايش فيه أو ينتمي إليه بشكل أو آخر. نعم. وكمان أوجه تحية كبيرة لدائرة القضاء لهذه اللفتة الحلوة، لأن فعلا إحنا محتاجين لنشر التوعية عن طريق ناس محبوبين أو ناس مؤثرين في المجتمع. نعم. ومو كل شيء ينحل بالقضاء وينحل يعني بالأشياء اللي أنا أعتبرها عنيفة نوعا ما. ممكن كثير بيوت تستمر وكثير قلوب تتم مفتوحة بالتفاهم بالكلام، وشوي من هني شوي من هني. يعني إن شاء الله إنه إحنا نكون قدرنا نلفت نظر الرجال إنه مو كل شيء المرأة تحتاجه هو مادي فقط. المرأة قد تحتاج بعض يعني اللفتات الإنسانية البسيطة. صحيح. تستمر الحياة. زين. خبرينا شو جديدك نجمتنا؟ جديدي مسلسلين قاعدين نعرضون في رمضان. مولانا العاشق هو أول تجربة مصرية مع النجم مصطفى شعبان، وطبعا مسلسل قابل للكسر هو دراما اجتماعية كمان تتكلم عن فروق الطبقية بين الأزواج وخلافه، وفيها كمان شوي من الفيلم التوعوي اللي انتم سويتوه يتكلم عن الإهمال الأزواج لبعضهم، مش بس الزوج للزوجة، كمان الزوجة بعض الأحيان تصير تعتبر الزوج هو جزء من روتينها اليومي، فيصير هذا سبب انه يتزوج عليها، انه تفتر العلاقة نوعا ما. وكمان في عندي ريتنج رمضان اللي أنا أتشرف أقدمه على شاشة أبو ظبي يوميا. الله يوفقك. نحن إن شاء الله نطبح خلال الأيام الجاية إذا سمح وقتك وتكوني متواجدة عندنا في الإمارات، نستضيفك عندنا في إمارات الفم. الله يسلمك وتشرفينا. عيد يا رب، لأن إحنا بلبنان نطلع من مباشرة استديوهات MTV. الله يوفقك إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. وإن شاء الله يعني تخلصين هذه الأفلام والمسلسلات على خير وترجعين إن شاء الله للدولة هنا عندنا ونشوفك على خير. عندك في الاستوديو إنه نسوي فيلم أنا وياه، هو عدني. حاضرين مرة ما يهمك إن شاء الله. تستاهلين خير فنان. وعد مني على الهواء الحين. أنت فيلم يعني مشرف الواجهة الإماراتية، لأن ترى الإمارات قدرت تفرض نفسها بالصدارة سياسيا وحضاريا وإنسانيا، فكمان نبغى شيء. أبشري فاج طيب إن شاء الله. أبشري. هو قادر إنه يقدم هذا. أبشري إن شاء الله فاج طيب إن شاء الله. واعتبر الموضوع منتهي يعني بدأ من هنا مخرجه هو يحارب. ما يحتاج. الله يسلمك. كل الشكر والتقدير لك نجمتنا على وقتك اللي أعطيتينا إياه، وسامحينا لأن الوقت أدركنا، وبدنا الله إن شاء الله نلتقي وياك على خير إن شاء الله. كل أهل الإمارات وأقول لهم كل عام هم بألف خير وعيدكم مبارك. مشكورة. بالاستديو قاعدين نحضر حلقة اليوم. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك بالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة. منصور آخر دقيقة شو تقول؟ شو أقول يعني الحمد لله على الله يجملنا أول شيء قدام الناس، وإن شاء الله ييسر الأمور إن شاء الله، ونحاول نقدم أعمال إن شاء الله تليق بذوق المشاهدين إن شاء الله، ويعذرونا على أي قصور يعني. شوف يوم قلت لك ساعة ونص قلت لي وايد طالع ايش مرت ولا خلصنا نص الكلام وياك. مرت هذا طال عمرك كله. طبعا اللي يدير الحوار انت استاذ قدير، انا ما اقدر اشارك فيك مجروحه صغير يعني. الله يسلمك. ما قصرت. كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام، كذلك كل الشكر والتقدير للاخ والزميل منصور الظهري على تواجد ويانا
في هذا المكان من خلال هذه البرزة الرمضانية. باكر إن شاء الله ضيف جديد يكون عندنا في برزة رمضانية. منصور اليبهوني ظاهري، شكرا على وجودك يانا. شكرا مستمعينا الكرام، لكم أحلى تحية من حارب السويدي، يعقوب الروسي، علي المسافر، ثروة مصطفى. الله يحفظكم، مع السلامة. برنامج برزة رمضانية برعاية دلممول. اكتشف 100 يوم من الروائع في مول أبو ظبي المفضل. مع وكالة عمير للسفريات، احجز على مدار الساعة وسافر إلى أي مكان. اتصل على 800 200 200. نشرة الإمارات الآن برعاية دو. محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة والثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية، ويعلن أن دبي حققت أولى أهدافها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإنجاز 180 مسكنا في مختلف إمارات الدولة. تركيا تبني مخيما جديدا ضخما للاجئين السوريين تحسبا لتقدم تنظيم داعش إلى الحدود التركية. السلام عليكم ورحمة الله. فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فاجأ الطلبة والطالبات الحاصلين على المركز الأول في الثانوية العامة في فرعيها العلمي والأدبي وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية للعام الدراسي الحالي بنتائجهم قبل إعلانها رسميا أو علمهم بذلك. جاء ذلك خلال لقاء سموه الطلبة في قصر في زعبيل مساء اليوم، حيث بارك لهم التفوق والإنجاز الذي حققوه والذي تم بجدارتهم وبمثابرتهم على الدراسة والنجاح والوصول إلى هذه النتيجة المشرفة. هذا وقد ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مشيدا سموه بتحقيق أولى أهداف الاستراتيجية التي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورفع إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقا إلى 135 مليار درهم حسب تقارير عالمية أصدرته تومسون رويترز أخيرا. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كان هناك بعض الشكوك عند بعض الأخوة، واليوم نحن نحقق أولى الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020. خلال اجتماعها الذي عقدته في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة. فقد اعتمدت اللجنة مبلغ